صباح الخير. انتهى بالأمس كأس العالم، لكن ما انتهاش الصياح والهجوم العنصري الغربي من قبل الإعلام الغربي على قطر وكل ما يمثلها. وآخر حاجة لقيوها يفشوا فيها غلهم هي البشت العربي أو العباية الخليجية اللي لبسها ميسي قبل التتويج من أمير قطر، واللي اعتبروه تخريب متعمد لأفضل لقطة في كأس العالم من وجهة نظرهم. عندك مثلا صحيفة التلغراف البريطانية كتبت عنوان بتقول فيه: الحركة الغريبة التي خربت أعظم لحظة في تاريخ كأس العالم، ميسي لم يبدو سعيدا بارتداء البشت الذي غطى على قميص بلاده أثناء رفعه كأس أغلى البطولات. أما صحيفة السبورتس مانور فبتقول: طريقة لتغريب صورة مميزة، رداء ليونيل ميسي الأسود الغامض بعد الفوز بكأس العالم يسرق الأضواء. وعندك مايكل بلاك كابتن منتخب ألمانيا السابق قال: ما ارتداه ميسي مزعج. أما غاري لينكر كابتن المنتخب الإنجليزي قال: هذه قلة احترام. لكن السؤال: هل دي أول مرة بلد مستضيف يلبس الفائز من بلد أخرى شيء يرمز لثقافته هو؟ في سنة 1970 لما استضافت المكسيك كأس العالم خلوا حامل اللقب البرازيلي بيليه يلبس القبعة المكسيكية الشهيرة، واعتبرها الإعلام وقتها تعايشا ثقافيا وتحقيقا لرسالة كرة القدم من نشر السلام والتآخي بين الشعوب وإزالة الخلافات والصراعات. طب اشمعنى المرة دي؟ ولا عشان عرب؟ قبل ما نفهم اشمعنى خلينا نفهم مع بعض رمزية البشت، وهل في تقليل لميسي ورفاقه ولا بالعكس تشريف وتكريم؟ وخلونا نفهم رمزيته من الدكتور مصطفى بايج، وهو محاضر في الدراسات الإسلامية بجامعة إكسترا، واللي صرح لوكالة الأنباء البريطانية وقال إن البشت هو رداء رسمي بيلبسه أفراد العائلة المالكة وكبار الشخصيات والعرسان في يوم زفافهم والخريجين في حفلات التخرج. وقال بالنص كده: لذا فإن قلة مختارة فقط من الناس سيرتدون البشت، إنها بمثابة علامة شرف، وهي مجرد نوع من الترحيب الثقافي والقبول الثقافي. إنه يمثل أيضا الزي الوطني القطري، ولكن فقط في المناسبات المهمة، وهذه مناسبة رائعة، أعني ربما لا توجد مناسبة أكبر، لذا فقد وضعوها على أكتاف كعلامة شرف، يعني تشريف وتكريم على مستوى عالي. لكن التربص بقطر من قبل البطولة وأثناءها، بالإضافة لرفض قطر موضوع الشارات الملونة، واللي هو مش متعودين ناس أقل منهم طول عمرهم من وجهة نظرهم يقفوا قصادهم ويتحدوهم ويفرضوا عليهم إرادتهم. وكان آخر أمل ليهم هو فشل قطر في تنظيم كأس العالم، فلا يطلع أفضل تنظيم لكأس العالم في التاريخ بشكل خيالي ومبهر. طب حتى كأس عالم ممل؟ لا، ده أكتر كأس عالم مثير كرويا، من أول دور المجموعات لحد النهائي اللي بيعتبره كثير أفضل نهائي كأس عالم في التاريخ. قالك بس آخر فرصة لينا، بما إن عندنا منتخب أوروبي تبعنا في الفاينل، فإحنا هنقلب على العرب الترابيزة، ولو كسبت فرنسا هنخليهم يلبسوا الشارة الملونة، وتبا لاحترام قيم ومبادئ البلد اللي استضافتنا. راحت جت القضية وقوم العكس هو اللي يحصل، وفرنسا تخسر وهم بيحاولوا يفوقوا من الحسرة ويجروا أزيال الخيبة بتاعتهم، يتفاجئوا بالغير متوقعة من قطر في آخر ثانية في كأس العالم بأن اللحظة التاريخية اللي هتخلد لعشرات السنين للاعب الأسطورة ميسي وهو بيشيل الكاس الأغلى هتكون هو لابس عباية عربي اسمها البشت، لابسها وهو سعيد وفرحان ومنزلها عنده على صفحاته ولفت العالم كله. فما تستغربوش بعد كل ده ان يجيلهم قلق، ده طبيعي يعني. لو كانت بطولة كاس العالم في افريقيا ولبس ميسي زي افريقيا، او كانت في امريكا اللاتينية ولبس زي لاتيني، او في اوروبا زي محاربي الفايكنج مثلا، لأشاد نفس الصحفيين واللاعبين الغربيين، لكن لانها عربية تمثل العزة والكرامة والأنفة العربية ومحاولة معادلة الكفة وفرض احترامي عليك، طبيعي يتجلطوا ويدبدبوا في الأرض
زي ما حضراتكم شايفين. ما تصدقوش هبالهم ده، مشكلتهم مش مع البشت، لا، مشكلتهم مع اللي بيمثلوا البشت ده.